عزيزاتي أعزائي، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ وأفكار أم لمياء. حبيت نشارككم كيفية تحضير شطيطة بالدجاج. هي أكلة لذيذة سهلة وسريعة، تحمر الوجه، تقدروا ديروها حتى لضيافكم. تبعوني وشوفوا معايا مراحل التحضير، وعلى بركة الله نبداو. هنا نحتاجو طرف ولا زوج تاع الدجاج مع 4 حبات بيض. توابل نحتاجو شويه كزبره، زنجبيل، كركم، كمون، وشويه نعناع مرحي. الخضره عندي شويه زروديه مرحيين مع شويه توم، شويه بصله، وعندي حبات جزر قطعتهم دوائر. مغرف كبيره طماطم معلبه مع نص مغرف ملح والزيت. حكمت الدجاج نتاعي، نقيته، نحيت له الجلد اللي فيه، غسلته بالماء والملح وشللته مرتين. درت عليه التوابل اللي كنت ذكرت في الاول مع نص مغرف ملح ومغرف كبيره طماطم معلبه، ودرت الخضره اللي كنت وجدتها. عندي حبات جزر قطعتهم دوائر، ربيت حبه جزر مع زوج فصوص ثوم مع زوج بصلات يكونوا متوسطين. ضفت معاهم 5 مغارف كبار زيت نباتي. ملاحظة كي تقطعوا الجزر ما تقطعوش غليظ، ديروه رقيق علي الدجاج ما يطولش ويطيب باش يطيبوا في نفس الوقت. نديرهم على النار يتقلاو حتى نشوف البصله تاعي دبالت. من ذاك نقلب طرف تاع الدجاج باش يتحمر على الجهتين. هنا كما راكم تشوفوا الخضره تاعي راهي تقلات حتى الدجاج. نمرق عليه ونخليه يطيب. ملاحظة كي تمرقوا ما تكتروش الماء بزيادة، ديروه قيس ما يتغطى الدجاج وحبسوا. كي نشوف الدجاج تاعي طاب نبدا نكسر في البيض حبة حبة ونديرهم في المرق بلا ما نفسدهم، يعني نديرهم غير بشوية، نحبهم يطيبوا كل حبة وحدها كما راهو موضح. نكمل 4 حبات اللي درت، نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا حوالي 5 دقائق. كما راكم تشوفوا هنا البيض نتاعي راه جمد، نغطيه يكمل الطياب ونطفي عليه. هنا الطبق نتاعي راهو جاهز، نديرو في صحن التقديم. هاد الكمية تكفي 4 أشخاص. نقول لكم جربوه ورايحين تنجحوا فيه بإذن الله. هي أكلة لذيذة، أنا شخصيا كامل دارنا يحبوه. نقول لكم بالصحة والهنا إن شاء الله على قلوبكم. اللي دخلوا معايا جدد ما تنساوش الاشتراك والإعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. متابعي الأوفياء نقول لكم شكرا على التعليقات المشجعة والجميلة. اللي عندهم تساؤلات أو استفسار أو حتى اقتراحات نقول لكم تفضلوا خليوها لي في التعليقات. اللي حابين نطيب لهم كاش حاجة ولا أي فكرة نقدمها لهم يتفضلوا، جامي نبخلكم إن شاء الله الشي اللي نقدر عليه. للفيديو الجاي مع وصفة جديدة، نخليكم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.